بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. صحة رمضانكم، صحة صيامكم. مرحبا بكم معايا في أول فيديو من يوم رمضان المبارك. راح نشارك معاكم ولا راح نبداو بهاد التحلية اللي راهي بالذوق تاع الشوكولا من أطيب ما يكون. هنا في الغيسيبيون ديالي حطيت 150 غرام تاع كاطو، رحيته في الأشواغ، زدت عليه حوالي 4 إلى 5 ملاعق كبيرة تاع زبدة، خلطوهم. ومن بعد زدت هنا البنات شويه من كاناش كانت بقات لي المره اللي فاتت. نتوما تقدروا تعوضوها بشوكولا طلي، ولا ممكن يعني ديروا غير برك الكاطو مع الزبده، هذا ما كان. كيما تقدروا تخلطوا الكاطو مع الكفريط. نخلطوهم هكذايا مليح، ومن بعد نجيبوا مول تاع تشيز كيك ولا هكذا سيرسو، مربع دائري الشكل اللي يكون متوفر عندكم. نحطوا القاعده تاع التحليه ديالنا هكذا بهذا الشكل، نوزعوها مليح مليح في المول ديالنا. ومن بعد من الاحسن نجيبوها هكذا كاس، نضغطوا شويه هكذا باش القاعده ديالنا تجي حاكمه روحها. دوكا نخلوها هكذا تكوتي، ونروحوا نوجدوا الخليط. هنايا في كاسرونه حطيت 700 مليلتر تاع الحليب، راح نزيد عليهم باكي ونص تاع الفلون اللي راهو بالذوق تاع الشوكولا. نزيدو 2 مغارف كبار معمرين سكر. عندي هنايا 3 مغارف كبار ما يكونوش معمرين بزاف بزاف تاع ناشا. انا هاد المغرفه اللي درتها ماهيش هذيك المغرفه الكبيره بزاف. نخلطوا هاد المكونات بارد في بارد، ونحطوا الكسرونه ديالنا فوق النار مع التحريك المستمر حتى تعقد. هنا وانا راني نحرك نسيت ما درتش الكاكاو. دونك نزيدو 2 مغارف كبار معمرين تاع بودره الكاكاو، اللي حيعاونني باش يعطيني ذوق بزاف هايل في هاد التحليه، يمد لنا تاني اللون، وفي نفس الوقت يكسر لنا الحلاوه تاع هذاك الفلون والسكر وكامل اللي درناهم. هاي ليك شتو معايا الكريمه راهي عقدت. دوكا مباشرة وهي سخونة ناخد شوكولا ديالي تاع الكلاصاج شوكاس. اليوم استعملت بالحليب، راني حناخد 6 قطع. نديرهم هكذا مباشرة، شوفوا معايا تتكسر بكل سهولة. وحتى يعني ودرتها هكذا كما تشوفوا معايا، درتها قطع كبيرة تدوب تم تم يا البنات. وباش نقول لكم غير درتها بدات تطلع واحد الريحه روعه روعه روعه. هنا شوفوا راهي تمتم كما قلت لكم دابت خلاص. دوكا الخليط ديالنا راهو واجد. نفرغوه مباشرة فوق القاعدة تاع التحلية هكذا، يعني نسويو السطح وندخلوها للثلاجة حتى تتماسك لحوالي ساعة هكذاك، يعني تمتم راكو رايحين تشوفوها حكمت روحها. للتزيين هنايا قطعت هاد الدوائر تاع بابي كويسون ولا اي ورقة عندكم، قطعوا هكذا دوائر حطوهم فوق التحلية. انا هكذا قبل نديمو ليها نجوزو الموس على الاطراف هكذا باش نتاكدوا باللي التحلية ديالنا ماهيش لاصقة في المول. وهاي ليك شوفوا كيفاش خرجت واحد التحليه يا البنات، يعني لا من الشكل ديالها ولا من الذوق ديالها، روعه روعه روعه. هنا من الفوق، من بعد فوق هذوك الدوائر ندردروا هكذايا كميه مليحه تاع بودره الكاكاو. نقول لكم دائما اختاروا نوعيه جيده تاع لو كاكاو هكذا باش الحلويات تاعكم والتحليات يجوكم بنان. ومن بعد في هذوك الدوائر في هذاك الفراغ زينوا كيما تحبوا، واش ما تحبوا واش يكون متوفر عندكم. وهاوليك الشكل النهائي تاع التحليه تاعنا تاع نهار اليوم. اكو على بالكم يعني التحليات مطلوبه بكثره في السهرات الرمضانيه، خاصه كي تكون هكذا تحليه سهله سريعه، يعني تم تم راكي رايحه توجديها. والبنه ما نحكي لكمش خياتي، القوام، الريحه، لا تكستور، ماشي زعما تشوفوها هكذا حاكمه روحها تقولوا تجيك شغل ثقيله، من اروع ما يكون خاصه مع الشوكولا تاع شوكاس. حتمد لنا قوام وبنه بزاف هايله. شوفوا خياتي جاتك شغل تقولوا تشيز كيك، يعني ماشي فلان ولا ما شاء الله. هذه لازم تجربوها، واذا كان جربتوها شاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام. واذا كان جربتوا الشوكولا شوكاس تاني راني نستنى دائما في ارائكم على الصفحه ديالي على الانستغرام.